مساء الفنكوش. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم؟ مين اتفرج على الاهلي والزمالك؟ مين نام في الشوط الاول؟ مين استمتع في الشوط التاني؟ طبعا المباراة كانت زي الزفت. انا نمت في الشوط الاول. المباراة كانتش حلوة. الشوط التاني يعني 3 اجوان هما اللي حيوا المباراة. طبعا جون كهربا كان جامد، وطبعا نجم اللقاء هو حمدي فتحي. عمل مباراة رائعة، يعني اخد مكان عمرو السولية كده شوية. كان بيهاجم ويدافع. بصراحة بعتبره من أفضل لاعبي المباراة هو أليو ديانج. عمل جونين حلوين. محمد شريف ده راجع تاني، ويا رب يكمل على كده. طبعا فيريرا المدرب الزمالك كان بيحاول اللي هو ايه يلعب على الأهلي، هو الدفاع، يهدي الريتم، يخطف جون. كسب ال3 نقاط. طبعا الأهلي نزل الشوط التاني غير خلص المباراة صالحه واخد ال3 نقاط. طبعا الشوط التاني كان يعني، بس مش دي مباراة القمة اللي احنا كنا منتظرينها. ان احنا كنا قايلين احنا عايزين نتفرج على كورة. للأسف ما كانتش كورة. طبعا مباراة غزل المحلة والزمالك كانت أفضل. طبعا الزمالك اتغلب غزل المحلة. المباراة كانت قوية، وغزل المحلة كان بيلعب مباراة حلوة جدا، ولعب مباراة حلوة. يعني حاسسها كانت أفضل مباراة الأهلي والزمالك. البنك الأهلي والأهلي، طبعا الأهلي عمل وديعة طبعا في البنك الأهلي، واخد طبعا الفوائد بتاعتها ال3 نقاط. دلوقتي بقى متصدر مع نفسه كده، شاطح في الدوري، بقى واخد هو الصدارة، ورب يكمل على كده وربنا يوفقه في كأس العالم. لأن خلاص هو كده يعتبر كده دي آخر مباراة ليه في الدوري، ويروح يلعب كأس العالم بعد كده يرجع يكمل. يا رب النصر الأهلي في كأس العالم، رب يحقق مراكز متقدمة، وليه لأ نوصل للنهائي يا رب. هارد لك للزمالك، والزمالك للأسف عنده لعيبة حلوة، بس للأسف خسروا طبعا من غزل المحلة، لأن غزل المحلة كان أفضل منهم في المباراة. وأنا استمتعت بمباراة غزل المحلة والزمالك والبنك الأهلي والأهلي أفضل من مباراة القمة. للأسف مباراة القمة كانت مباراة فاشلة ومش حلوة، والحكم كان عادي، يعني جايبين حكم أجنبي. كان حكم عادي، لو حطوا حكم مصري هيبقى عادي برضك. مكلفين نفسنا على الفاضي. يلا يا رب ما تنساش بس ايه، تعمل لايك، تعمل مشاركة، ومتابعة معانا ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.